بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة نتكلم عن آية مهمة جدا بترتبط ارتباط وثيق بآخر الزمان، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أنا بحب يعني ألم الآراء وباختصار وبلغة بسيطة. اللي عاوز يرجع بعد كده بقى يدور، بيبقى قدامه إيه المصادر، يدور زي ما هو عايز. انما انا دلوقتي بلخص لك الدنيا ببساطة، بجمع لك الآراء. هنمسك كلمة حرام وقرية، دي مهمة جدا، لأن أنا بحثت في كلمة حرام على تكرارها في القرآن، لقيت إن كلمة حرام عكس حلال بالألف، بس بالألف مرتين، مذكورة مرتين في القرآن. بعد كده في حرم وحرم. أما حرام على قرية ح ر ميم بدون ألف، وحرام على قرية قرأت حرام ولكنها مكتوبة ح ر ميم بدون ألف. هنا الفرق عشان يفرق ما بين التحريم بالنسبة للتشريع، وهنا إن لها معنى. حرام على قرية لها معنى ممنوع كمنع يعني. ادي اشاره بالنسبه لكلمه حرام مكتوبه في القران بدون الف، عشان برضو نرجع ونشوف ودور ورايا. نيجي بقى على قريه. كلمه قريه في القران ذكرت 33 مره، في غالب المرات ذكرت معاها مرتبطه بالظلم والاجرام والهلاك والعذاب والنذير وعمل الخبائث والفسق. ده كلمه قريه. طبعا هنا هنيجي نفرق ما بين قرية والمدينة، وده تفريق دكتور شحرور كان أول واحد يتكلم فيه. يعني قال لك إن القرية هي المكان أحادي الفكر وأحادي التوجه، يعني رأي واحد ملوش رأي تاني، لا يقبل الآخر ولا يقبل التعددية، ولهذا كتب عليها الهلاك. وكأي من قرية أهلكناها وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة. لأن لازم مصير الأحادية الهلاك، لأن مفيش تعددية. أما المدينة ففيها تعددية وقبول للآخر، وعلى هذا المدينة لا تهلك. هذه حاجة تانية. كان في برضو من ضمن الحاجات اللي كان تكلم فيها بسام جرار، وقال بلدة أضاف في هذا. يعني هو طبعا يعني التفسير اللي فات ده بتاع دكتور شحرور، انما هو اضاف كلمه بلده من من الاقامه. يعني كنت سمعتها منه يعني، وبرضه بحثت يعني عشان برضه يعني بس احنا بنحب نذكر كل واحد بما سمعناه منه يعني. يبقى القريه احاديه الفكر وعشان كده كتب عليها الهلاك. المدينه متعدده وعندها قبول للاخر، وعشان كده تتطور، وهذه هي سنه الحياه. اما البلده من الاقامه. طيب هنا بقى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني احنا حرمنا على قرية. ما هي هذه القرية الأول؟ هي قرية متعلقة بآخر الزمان. ليه؟ لأن يقول لك حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هنا مرتبطة بيأجوج ومأجوج. يعني بدأناها من أول، طردناهم منها وهنرجعهم لها تاني، بس في إمتى؟ شرط حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. هنا إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم هيرجعوا. ليه؟ لأن يأجوج ومأجوج هم اللي هيرجعوهم، هم اللي هيخططهم. احنا متفقين ان احنا نزلنا حاجة قبل كده، مقطع قبل كده عن ان يأجوج ومأجوج من البشر وانهم مفسدون في الأرض. هم بيقعدوا طول ما هم قاعدين يخططوا للفساد. مين بقى اللي عامل الفساد ده كله؟ مين اللي رجع اليهود الإسرائيليين إلى الأرض المقدسة؟
وعد بولفور مين؟ انجلترا، معروف. وبعدين انجلترا بتسلم لامريكا، هي دلوقتي سندها دلوقتي بتقول يعني تعمل اللي تعمله. واضحه مين هم ياجوج وماجوج. بس هم منتشرين في الارض، انا بقول لكم هم من كل حد بينسلون، يعني معناها هم منتشرين في كل حته. اسمه انتشار لم يحدث من قبل. فهم في كل حته. ففي ناس بيقول هم من الصين، هم الصين. لا، ما هم مش من الصين. هم بص، انت ممكن يكون عندك ياجوج وماجوج جوه بلد مسلمه. اي انسان مفسد حاطط ايده في ايد المفسدين يبقى ياجوج وماجوج، حتى لو كان في بلد اسلاميه، من الاخر. لان هو نظام واحد. فاذا حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج هم كل حد بينسلون، يبقى ايه؟ هيرجعوا إيه لما تفتح ياجوج وماجوج. وكأن ياجوج وماجوج كانت ايه معناها؟ فتحت يعني معناها هم خرجوا، ما لهاش دعوه فتحت. بس فتحت يعني معناها ايه؟ انفتح باب الفتنه بتاعهم، انفتح باب الفتنه بتاعهم. فتحت يعني معناها فتحوا علينا باب فتنتهم، وبداوا يهجموا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم ياجوج وماجوج كهذا وحلق بايه؟ بس يعني معناه ايه؟ ايام النبي كانت الفتنه بدات موجوده، هم موجودين وبيخططوا وبعدين يخططوا له. بس كانت طبعا صغيره، باب صغير، ثقب صغير، بدا ايه؟ يكبر لحد ما احنا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا هذا ما فتح الله علينا به. بارك الله فيكم، ونسألكم الدعاء، وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم.